السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود فاروق. مبدئيا انا مش عارف ابتديها ازاي. بس انا كده كده عارف ان الحلقة دي هتتمسح في يوم من الايام يعني. كبرايت بقى ايا يكن يعني هتتمسح ليه وعشان ايه، بس كده كده هتتمسح. بس انا بصراحة كنت حابب ان انا اقول الكلمتين اللي انا عايز اقولهم. دلوقتي احنا لعبنا ماتش، كان ماتش اللي هو قدام اظن جنوب افريقيا. لعبنا ماتش كويس، طلعنا نمجد في اي حد معدي ليه علاقة بمنتخب مصر. عملنا ماتش وحش. يا عم الحمد لله ان احنا بنعدي وبنكسب يا عم، طول ما هي ماشية وشغالة ما تلعبش فيها. يعني عارف المثل اللي هو ايه، يا عم هي بايظة بس شغالة، سيبها سيبها، هي كده كده ايه، صباح الفل هي ماشية. فاحنا ماشيين بنفس ايه الكونسبت. بقى كونسبت يعني ما بقاش كونسبت، ده بقى عقيدة عندنا يعني اللي هو احنا ماشيين بيها. طالما ماشية ما تلعبش فيها. بس انا بقى ممكن اطلع اقول لك والله بص النهارده وكانوا وحشين، هم كانوا وحشين. بس يا عم خدنا 3 نقط. يا عم احنا وحشين فعلا. يا عم احنا وحشين بجد. والله العظيم وحشين لدرجة حاجة تتعر يعني بصراحة، حاجة انا ما اتشرفش بيها. ما تقول يا عم ان هم وحشين. يا عم هي ماشية، يا عم دي وصلنا كاس عالم اهو، وصلنا مش عارف ايه. يعني انت ما خدتش بالك ان هي كانت ربنا ميسرها؟ خدتش بالك من حاجه زي كده؟ خدتش بالك ان انت في يوم من الايام هتتفضح؟ خدتش بالك ان انت عندك مشاكل وانت شايفها بس بتحاول ان انت تتغاضى عنها؟ هتتغاضى عنها لامتى؟ لغايه ما تلبس في حيطه. يعني انا كنت عامل فيديو بعد الماتش بتاع بنين، كان اسمه الفريق اللي لابس احمر وبنين. واما كسبنا بنين يعني، انت كسبت بس انت كنت وحش جدا، وحش لدرجه، انت وحش، والله العظيم وحش. انت كده كده اول ما تقابل فريق كبير خلاص هو دي الحقيقة فانت هتبان. المهم يعني بدون المقدمة انا بس ايه هستشهد بكذا حاجة بس كده. كابتن ممدوح قالها او دكتور ممدوح، والله العظيم يعني انا كل الناس اللي هتكلم عليها انا بحبها، والله العظيم بحبها بجد. بس يعني ان انا بنتقدك خلاص فدي حاجة صحية. يعني انا ممكن مثلا انت تيجي تقول لي بص يا فاروق انت عندك مشكله واحد اتنين تلاته، انا مش هبقى شايفها. عارف ليه؟ عشان انت هتبقى مرايتي. انا طول ما الحاجه انا اللي قلتها فانا هبقى مقتنع بيها ان هي تمام، لغايه اما حد يجي يقول لي على فكره ما كانش ينفع تعمل كده. ماشي انا مش ببرر برضو، بس ايه تعال نخش في موضوع فكك من اللي انا قلته. تعال نخش في موضوع. انا متحيز لحسام حسن، انا بطبل لحسام حسن. انا عايز حسام حسن يكسب افريقيا باي طريقه. ماشي، مؤاخذه يا كابتن. ده كان بعد ماتش مصر وبنين، لما كان منتخب مصر وحش. كابتن ممدوح طلع قال لك اللي فيهم البدع، بس انا عايز المنتخب ده يعمل حاجه وعايزه يكسب. هيعملها ازاي؟ يعني هيكسب ازاي؟ انت عارف ربنا هيسيبك يعني ممكن ربنا يستر معاك مره، هيستر معاك اتنين. انت مش هتعيش حياتك كلها كده بالبركه. والله العظيم انت لازم تاخد بالاسباب. انت عايز ربنا يكرمك، خد بالاسباب. اسباب النجاح ايه؟ واحد اتنين تلاته. شوف واحد اتنين تلاته الناس بتنجح ازاي، اعمل زيهم. اطلع يا عم وقول يا عم الشناوي ده وحش، الشناوي ده سيء، الشناوي ده مش عارف ايه، انت غلطت يا فلان، انت غلطت يا علان. لا، مش هعرف اقول كده. انا هاجي اقول لك انا حابب ان المنتخب يكسب وحابب ان حسام حسن يكسب. يعني مثلا هل انا كابتن ممدوح فرضا يعني هنقول فرضيه كده يعني استغفر الله العظيم، يعني اللي هو ايه انا في يوم من الايام جيت قلت انا همسك منتخب مصر وهعمله، هل انت هتيجي تقول لي انت تصلح لحاجه زي كده؟ هتقول لي لا تصلح طبعا، وانا معاك على فكره وبأيدك. احنا شايفين حاجه لا تصلح ليه ما بنقولش عليها لا تصلح؟
احنا بنلعب ماتش حلو خلاص الكون هيتغير عشان الماتش الحلو؟ لا، حلو دوت تكمل عليه، حلو تحاول تطور من نفسك، تحاول تعمل زيه تاني. احنا عملنا ماتش النهارده من اسوأ مطوشة ممكن تتلعب في الكوكب، والله العظيم. ده في دورات رمضانية فيها كورة، اللي اتلعب النهارده ده لا يعني لا يمت للكورة بأي صلة، من غير ان احنا قلنا انها مدورة بس. هو ايوه ماسكين كورة بس ما بيلعبوش الكورة. هما ها يلا تعال نطفش هوب يلا هي. ليه مصطفى محمد ما بينزلش يلعب كورة؟ ليه؟ هو وحش كوخ يعني ولا يعني ماله؟ مش لعيب كورة؟ مش بعت انت جبته عشان يلعب؟ بيلعبش ليه؟ عندي فلان ما قداش، ما تنزل يا عم تجرب حظك يا عم، تنزل يا عم تجرب حظك يمكن ربنا يكرمك يا عم وتعمل. فاكرين محمد ناجي جده؟ اهو ده كان ربنا كرمه، بينزل سبحان الله. بص الخير على قدوم الوردين. هو بينزل الجون يتحط وخلاص. احنا والمشكله ان احنا ايه بقى، لا احنا خلاص يعني اعتمدنا بقى. هو بينزل يحط جون خلاص، لو نزلت ما حطيتش جون في مشكله. محمد ناجي انت عندك مشكله ولازم تشتغل عليها، انت لازم تنزل تحط جون. انت بتنزله مثلا اخر دقيقتين كمصطفى محمد، اخر دقيقتين، اخر 4 دقايق، اخر 3 دقايق. انت النهارده منزله مثلا كان فاضل بتاع مش عارف 10 دقايق او 8 دقايق. انا استغربت حتى اللي هو ايه ده، هيلعب وقت اكبر من اللي هيلعبه اكتر من اللي هو بيلعبه كل ماتش؟ ما مستحيل. المهم بقى نرجع لموضوعنا عشان ما نمشيش بعيد عن السياق اللي احنا بنتكلم فيه بتاع الحلقة. فجينا احنا قلنا بقى ايه، احنا يا عم هنفضل ندعم بقى كابتن حسام وندعم اللعيبة والفريق ده لازم يعمل حاجة وي وي وي. كده كده الفيديو ده موجود، ممكن تسمعوه يعني، موجود على الشانل بتاعت كابتن ممدوح، فممكن تسمعوه عادي. فهو قال لك انا ماليش دعوة، انا عايزهم يكسبوا. هو انتوا بتحاولوا تعملوا رأي عام، اللي هو ايه، انا بحس ان هو ايه، كلهم بيقولوا نفس الكلام. والله العظيم كلهم هتلاقيهم بيقولوا نفس الكلام، اللي هو انتوا بتحاولوا تعملوا رأي عام. طب ما احنا شايفينه ومش راضيين، انت ليه بتحاول توصل لي كده؟ المهم بعد ما نخسر فيقول لك لا لا لا، ده انت لازم بص ان نغير كل حاجة في الفريق، نغير في الاتحاد ونغير مش عارف في ايه وايه 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 وايه. ما انت على فكرة كنت بتقول عليهم جامدين، هم اتغيروا في ماتش؟ مستحيل ان هم اتغيروا في ماتش. بس انت اللي هو ايه، ما خلاص انت ما ينفعش تطلع دلوقتي تقول لي حلو، ما ينفعش تطبل عشان خلاص انت مش هتصدق. تعال بقى نشوف حتة تانية مع بعض. انا اكتشفت ان انا بحب الكابتن حسام حسن قوي يا جماعه، والله بجد من الحاجات اللي ده بعد ما كسبنا كوتيفوار فعاد الأستاذ ممدوح الشعور من أول وجديد، اللي هو ايه ده، تصدق أنا بحبه جدا يا جدعان، أنا بحبه جدا. يا عم حبه، والله العظيم يا عم أنا بحبك وبحبه والله. بس هو ايه علاقته؟ اطلع قول المشكلة، اطلع قولها لي. انت بتقول الكلمتين، يعني عارف اللي هو ايه، في كلام بيبقى عايم، عشان انا ما ينفعش ان انا اقول عليك اي حاجه، ما ينفعش امسكك من حته. بس انت كنت طول البطوله عمال تقول وتعيد وتقول وتعيد وتقول وتعيد. هو انا بس يا جماعه احنا هنفضل ماشيين في الحته دي لغايه في جزئيه معينه اللي حصلت بتاعت فيديو النهارده دي بصراحه اللي خلتني اللي هو انا هسجل فيديو واحط بقى عليه بقى الطبل والشخاليل والدرامز والحاجات الحلوه دي. انا قعدت ادور عليها على فكره، انا تعبت فيها والله، تعبت انا دورت عليها يعني. يعني خدت مثلا بتاع 3 دقايق. ده انا تعبت، اشتغلت على نفسي في حته يعني، ان انا دورت. في ناس ما بتعملش كده، في ناس عندها مشكله وما بتحاولش ان هي تعالجها، ما بتحاولش تاخد 3 دقايق تفكر، ما بتحاولش تاخد دقيقتين تبص على حاجه فيها الحل للمشكله. محدش بيعمل كده، فانا عملت انجاز. فاحنا وصلنا النهارده، تعالوا نقول لكم كده ايه. عليها المشكله كانت فين؟ المشكله كانت في المنظومه الهجوميه والمدير الفني مع بعض. النهارده كانت المشكله في المنظومه الهجوميه وفي المدير الفني. المدير الفني ده اللي هو يتمثل في شخص واحد، هو كابتن حسام حسن.
يعني انا دلوقتي يا استاذ ممدوح، انا دلوقتي المفروض ان انت قلت لي وحش فهو وحش، المفروض قلت لي حلو النهارده فهو حلو، وبكره قلت لي وحش فهو وحش، بعده قلت لي حلو فهو حلو. ايه بقى؟ هو يا حلو يا وحش، لا يصلح، لا يصلح، لا يصلح او يصلح، لا يصلح او يصلح. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها رموجي. في حاجه اسمها الحلو قول له يا حلو، والله العظيم. الوحش قول له يا وحش، انت وحش، انت كخ، عادي على فكره، انت ما تصلحش للمكان ده. مش بتكلم على شخص بعينه، وانا بتكلم في العموم. انا لا اصلح للمكان اللي انا اقعد فيه ده. اطلع قول لي يا عم انت بتقول اي كلام وانت على دماغي، انا تمام. شوف ايه الحاجات اللي عندي فيها مشكله، هبتدي ان انا اصلحها. انت يا استاذ ممدوح عندك مشكله، والله العظيم، عشان ابص هنا، عشان هو في الشاشه هنا يعني، انتوا شايفينه هنا بس انا شايفه هنا. انت عندك مشكله يا استاذ ممدوح، حاول تشتغل عليها، حاول تحلها. حاول لو لقيت مشكله، حاول تقول لفلان انت عندك مشكله. حاول ان انت يكون عندك راي ثابت. الناس بتحترم انت البني ادم اللي عنده راي ثابت. الناس العايمه دي انت مش هتعرف تصدقها على طول. انا برضو وكن لك كل الاحترام وكل التقدير والله العظيم، وهفضل برضو اسمعك، وهفضل كل حاجه وبحبك. بس انا بنتقدك في حته هي ما عجبتنيش، عجبتنيش بس. في نفس الفيديو ده اللي انتوا شايفينه قدامكم دلوقتي ده، هو ده الفيديو ده باسم مصر السنغال، احنا ايه اللي جابنا السيمي فاينل. ماشي. هو كاتب كده على على العنوان بتاع الفيديو. في نفس الفيديو، مش هفضل اجيب لكم حاجات كتير بس عشان الكوبي رايت وكده، وانا عارف كده كده الفيديو ده هيتمسح يعني. آه، الاستاذ ممدوح طلع، او كابتن ممدوح يعني، طلع قال لك ايه؟ يا جماعه هو احنا هنفضل امتى ما ينفعش نتكلم على لعيب بعينه؟ انا لو طلعنا اتكلمنا على لاعب، السبونسر بيزعلوا، ومش عارف مين بيزعلوا، وكل واحد عنده لجان، وواحد كل واحد. لا يا راجل، قول والله بجد. يا جدع ما تقولش كده، عيب. يعني كل اللي انت بتقوله ده لجان؟ يعني كل اللي انت بتقوله دوت عشان كده؟ يا جدع، يا جدع انا كنت مفكرك زينا والله العظيم، ومتضايق وبتطلع تتكلم، والله العظيم. انا ما كنتش عارف ان الموضوع كده. ده طلع برضو، يا لهوي يا جماعة، في فيديو نزل اسمه ايه، لنصوحي ومروان سري، كان بعد اللايف رياكشن بتاع ماتش كوت ديفوار وكسبنا. مش يا عم انا مش هقول لك احنا كسبنا كاس عالم. الماتش ده كان نهائي كاس عالم اللي هو بتاع فرنسا والارجنتين، فاكرينه؟ احنا كنا الارجنتين. في فلان ما انتوا عارفينه طبعا، فانا مش هذكر اسمه. ماشي. فلان ما، فلان ده يعرف فلان ده. فلان ده اللي هو بيتمثل في كابتن محمد صلاح. استاذ محمد صلاح صاحب فلان ده. انتوا عارفين طبعا انا بتكلم على مين يعني، مش هنقول اسمه يعني عشان هو اسمه عمرو نصوحي. ف بنصيف بقى مع بعض، بنروح بنيجي بتاع كل ده حاجات مشروعة. يعني طبعا كل الكلام ده عادي يعني. أنا ممكن مثلا يبقى صاحبي دكتور ممدوح، ممكن يبقى صاحبي نصوحي، ممكن يبقى صاحبي الشناوي. على فكرة والله العظيم انا ما عنديش مشكلة مع الشناوي ولا اي حد انا بقول اسمه. الناس دي احنا لو بنتكلم في الجزئية المعينة اللي احنا بنتكلم فيها، بس في العموم الناس دي ليها احترامها وتقديرها وكل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا. فانا عشان فلان، اوبا لا، ده محمد صلاح كان، انا مش هقدر اقولها، موجودة في الفيديو يعني لو حابين ترجعوا. احنا يا جماعة احنا جامدين قوي. انت شفت صلاح عمل ايه؟ انت شفت مش عارف فلان عمل ايه؟ هو ليه الموضوع اتقلب؟ يعني انا كنت بشوفك ان انت بتتكلم في الكورة، كان صوحي انت طلعت كنت بتحلل، كنت بتتفرج على روما وبتحب روما وبتاع وكنت بتحلل وبتاع والكلام دوت، وعرفناك بالايمج دي. فاحنا خلاص هو نصوحي بيحب روما، وتمام جدا، حاجة متقبلينها، وبيشجع مش عارف الزمالك اظن، ودي حاجة مشروعة يعني، ما فيش مشكلة خالص ان اي حد يشجع اي فرقة، وبيحلل كورة.
بس احنا وصلنا ان احنا ايه، ده فلان ده بقى صاحبي فانا هطبل له، فلان ده تبع سبونسر ما، فانا ما ينفعش اتكلم عليه، ففلان مش عارف ايه ما ينفعش اتكلم عليه، فلان مش عارف ايه ما ينفعش اتكلم عليه. فانت دلوقتي النهارده دكتور ممدوح او كابتن ممدوح طلع اعترف بالحوار، قال لك انا امتى مش عارف اتكلم. طب هو انا ايه اللي خليني اصدقك تاني؟ والله العظيم ايه اللي خليني اصدقك تاني؟ انت ما ينفعش تطلع تقول الكلام ده. انت اللي بتعمل كده عشان اكل عيشك. يا عم انا هحترم كده، يا عم انا بعمل واحد اتنين تلاته، انا اهو يا عم، انا اهو. هتلاقي مثلا حاطط لك مثلا سبونسر ما، برورم، ماشي، برورم ده السبونسر بتاعي، خلاص، فانا لازم اطلع اتكلم عليه بحاجه كويسه. طبعا انا مش هطلع اقول لك مثلا السبونسر ده مثلا شركه يهوديه او شركه مش عارف ايه او مقاطعه او الكلام ده كله مش تبعنا. بس ما شركه ما، وهنقول انها مصريه او ايا يكن، طالما السبونسر حاجه كويسه ويدخل لي منه فلوس، فانا اكيد هطلع اتكلم عليه عشان حاطط السبونسر، فانا هحترم فيك الحته دي. بس انت ما تطلعش تقول لي الكلام ده. يعني انا مثلا لو بعمل اعلان مثلا للمايك ده، فانا هطلع اقول عليه ان هو كويس، ده بعد ما اجربه المفروض دي حاجه هترجع لي ما بيني وبين ربنا، ان انا اجرب الحاجه وبتاع عشان يبقى فيه امانه والكلام ده. انا دلوقتي طلعت النهارده بقول لك انا امتى انا مش عارف اتكلم؟ يعني كل اللي انت كنت بتقوله قبل كده كان ايه؟ انا عايز افهم، والله العظيم عايز افهم. يعني انت دلوقتي انت اتزنقت في الكورنر ده، اللي هو الحاجه وحشه ومش عارف تقول عليها وحشه، فجيت قلت اصل كذا 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 كذا. طب ما الناس دي اللي بتلعب في الاهلي، الناس دي اللي بتلعب في مصر، الناس دي اللي بتاخد بطولات، الناس دي اللي بتمثل مصر، الناس دي مش عارف كذا، ولا احنا بنصور بس على الانستجرام تيك 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 وحلوين كلنا مع بعض وبتاع؟ ما ينفعش، اطلع قول له ما ينفعش. هقول لك على حاجه يا دكتور ممدوح، والمصحف كمان مره، والله والله والله، لو انا انت شايف فيها مشكله قولها لي وانا هتقبلها جدا، انا عمري ما هتضايق. عارف هتتضايق مني امتى او انا هتضايق منك امتى؟ لما تقول لي حاجه وعكسها. عارف اللي هو احنا هنقعد نكيل بمكيالين، الشناوي ده جامد زحليقه، لا الشناوي ده سيء جدا وما ينفعش ان هو يبقى حارس مرمى، لا يا راجل، والله العظيم. ده امتى حصل؟ امتى؟ ده امبارح والنهارده يعني. نسي الكوره مثلا؟ ما هو اكيد ما نسيش الكوره، وهو وحش، هو عمل ماتش تألق فيه. ايوه يا عم، بس هو يا جدعان مش في محللين اداء وفي ارقام وفي احصائيات وفي حاجات حلوه؟ مش احنا واصلين لدرجه كويسه من الكلام ده؟ اصل احنا ما بقيناش ورقه وقلم زي زمان، بقى عندنا اجهزه وبتاع، وده جري قد ايه وده اتصدى ازاي وده كان رد فعله المفروض يبقى عامل ازاي فين الحاجات دي؟ مش عارف. في بقى الشخص التاني، هو كابتن مروان سري، طلع بقى النهارده يا على القرف، يا على القرف، لعيبه وحشه، لعيبه سيئه، لعيبه لازم كل الحاجه تتفور ونرجع من جديد. على فكره انا شفتك يا مروان وانت بعد الرياكشن بتاع منتخب لا منتخب كوت ديفوار والفريق الاحمر، لما الفريق الاحمر كسب، انت قلت ان الناس دي جامده فشخ، الناس دي جامده زحليقه. المهم يعني عشان ما نقعدش نقطع في فروه الناس اكتر من كده، رجوعنا يا جماعه، الحلو قول له حلو في عيونه من غير اي كلام، وحش قول له انت وحش. عارف لو زعل منك يبقى هو وحش اصلا، والله العظيم. ليك كل الاحترام يا دكتور ممدوح، مروان سري ليك كل الاحترام، عمرو نصوحي ليك كل الاحترام، كل الناس ليك كل الاحترام. انا بس كان الكلمتين دول مضايقني، او الموضوع ده كان مضايقني جدا، فانا كنت حابب ان انا اشارك الناس الموضوع. بس ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام.